كان زملاء علي سيزفونه عريساً محمولاً على الأكف. كانت عدساتهم ستلتقط ضحكات عينيه وهو ينظر إلى عروسه، لكن زملاء علي رفعوه على الأكف ليزفوه عريساً شهيداً، وصوروه في رحلته الأخيرة إلى مثواه الأخير، فيما انهمرت دموعهم حزناً وألماً وغضباً. وبعد وداع علي تحدث الزملاء عن رصاصة الغدر التي اخترقت قلب علي لتصيب قلب الوطن. لازم رسالة، يكون موت علي رسالة لكل الرسميين ولكل المعنيين، انه بكفي المصور الصحفي هو مش هو هدف، لازم يكون تصور انه خلص بكفي. من بعد استشهاده لعلي نثبت رسالته والمهنة اللي كان ملتزمها ليوصل للحقيقة. هذا الشيء نحن باقيين عليه وحنضل عليه. تصور حقوقه مهدورة بكل شيء، ما له حق بأي شيء. وطبعا موتة علي حزت فينا كلها، فزعتنا نحن نكون نشتغل مثل ما كنا نشتغل. في أسى نحن ما حدا مهتم فينا، ما حدا بيسأل عننا. يعني أنا كنت بتمنى إنه حتى الاهتمام الرسمي مش بس إنه يجي نائب مع احترام للي حضروا، إنه يعني يجوا يحضروا بتشييع علي، بس اللسان بيعتقد اللي بينحط على صدر علي بيشرفهم كله. كل مصور من يو تي في وبأي صار وبأي محطة معرض يكون محل علي. علي سقط شهيداً على أرض الوطن. عل استشهاده يكون صرخة ضد نظام يقمع حتى وراء حدوده، ونظام يقبع متفرجاً حتى ضمن حدوده. يا علي، كان يمكن أي صحفي أن يكون أنت، وغداً قد يكون أي صحفي أنت. شاء القدر أن تكون أنت علينا شهيد الواجب، ولأنك شهيده فإن دربنا ودربك درب نضال طويل طويل، نعدك بأن نكمله حتى النهاية. رونا حلبي، قناة الجزيرة.